السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ان شاء الله النهاردة في الفيديو ده هنعمل مع بعض 50 بسكوتة من 3 كوبايات دي ازاي منى. ان شاء الله البسكوت ده جميل يا حبايبي وهش كده ويعني بيدوب في البق بمكونات بسيطة. هنعمله ان شاء الله النهاردة بدون زبدة بدون سمن، هنعمله بالزيت العادي بزيت التموين او اي زيت انت بتحبي تفضليه. وان شاء الله النهارده التشكيل بقى حاجه كده بسيطه بدون اي يعني تعقيد او كده. هتعملي الحاجات دي كلها موجودة عندك في البيت ان شاء الله، مش هتشتري حاجة من بره. وان شاء الله المقادير بتاعتنا سهلة وبسيطة. يلا ندخل على الفيديو بقلب جامد ونشوف مقاديرنا ايه. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي، التزموا بالمقادير علشان خاطر البسكوت بتاعنا يطلع معاكم هش كده وجميل وبيتقطم كده في البق، بيكون زي العسل. ده بيتقدم جنب شاي جنب نسكافيه اللي انت ايه تفضليه. اول حاجه معايا هنا بيضتين، البيضتين حجم كبير، معايا كوبايه الا ربع من السكر، معايا كوبايه الا ربع من الزيت، ومعايا هنا 3 باكو فانيليا. طبعا انت حابه سايله حطي، بس طبعا مش متوفر عندنا سايله، وعندي ايه رشه بسيطه كده من الملح، وده اختياري طبعا. بعد كده هنديهم ضربة حلوة كده في الخلاط. لازم يا حبايبي السكر يدوب معاكوا خالص، ما يكونش فيه سكر علشان خاطر ما يفرش معاكوا في الايه في الفرن. اما الدقيق بقى يا حبايبي، معايا هنا كوبايتين ونص من الدقيق ونص كوباية من النشا. انا هحط هنا كوبايتين وكوبايتين من الدقيق، وهي يعني هسيب النص كده على جنب، لو احتجته هحطه. طبعا انتوا عارفين ان الدقيق بيختلف من نوع للتاني. انا وانا بقلب كده يا حبايبي حسيت برضو ان انا هحتاج النص كوباية فضفتها. زي ما انتوا شايفين كده، وانتوا التزموا بالمقادير عادي. انتوا لو لقيتوها يعني بتلزق زي كده، هنضيف لها ايه معلقة كده من الدقيق وخلاص. انا طبعا ضفت لها. وبعد كده طبعا السيجان اللي عندك حابه تحطي فيها كده بس تدهنها مسحه بسيطه من الزيت. انا كان عندي ورق زبده، حطيت ورق زبده عادي. وبعد كده يا حبيبي زي ما انتم شايفين كده البسكوته بتقطعوا حجم الكره الصغننه كده، ما شاء الله تبارك الله. شايفين ملمسها ناعم وجميل، يعني حاجه كده بجد تحفه. في 5 دقايق وانتي واقفه هتعملي احلى بسكوت شاي، بجد طعمه جميل جدا. وعايزه اقول لكم والله العظيم عجب جوزي واولادي جدا وشكروا فيه، والله ما بيت يا حبايبي في البيت. الوصفه دي طبعا علشان الواحد ينسب الفضل لأهله، أنا واخداها من الشيف نادية السيد. لما لقيت اليوتيوب كله مقلوب على البسكوت ده والسوشيال ميديا يعني، فقلت أجربه. بصراحة طلع جميل وتحفة وتسلم إيديها. الوصفة جميلة وناجحة. انت بقى بتلعبي في الوصفة براحتك، ممكن تعمليه بالشوكولاتة، ممكن تعمليه بالفانيليا، ممكن تعمليه ببشر البرتقال، ممكن تعمليه بالتلج، عادي ينفع في كل الحالات ينفع. تمام كده حبايبي، بس كده أنا كورته وخليته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا انتي بتعملي الشكل اللي يعجبك، في ناس بتحب تعمله على شكل وردة، على شكل قلب، انتي بقى براحتك خالص. بعد كده شكلته زي ما انتوا شايفين بالشكل الجميل ده وحطيته. بعد كده تعالوا نشوف بقى هنزينه ازاي. غطا ازازة، معلقة زي ما انا عملت كده، وابدأي ان انتي ايه اعملي الشكل ده كده علشان خاطر يديكي منظر. حابة تسيبيه كده عادي، بس الحاجات اللي احنا بنعملها بتديله شكل جميل كده وانتي بتقدميه. بجد حاجة كده جميلة ما شاء الله تبارك الله. شايفين يا حبايبي من 3 كوبايات دي عملنا ما شاء الله تبارك الله حوالي 50 بسكوتة بألف هنا وشفا. يعني عايزة اقول لكم سهل وخفيف وهش جدا جدا، وطعمه يا جماله يا جماله بيدوب في البق كده. جربوا الوصفة دي ان شاء الله هتعجبكم جدا. طبعا قولوا لي رأيكم في الكومنتات لو جربتوها، وان شاء الله ان شاء الله ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب العالمين. زي ما انتم شايفين كده الفرن طبعا على درجة حرارة 200. انا عندي اللي هو الفرن الكهرباء احط فيه. وانت برضو لو عندك فرن وانت طبعا عارفة الفرن بتاعك، ما شاء الله البسكوت طلع معايا جميل جميل وزي العسل. والتسوية ما شاء الله تبارك الله. عايزة اقول لكم حاجة كده بجد تحفة. جربوا البسكوت ده يا جماعة بدون زبدة بدون سمنة، مكونات بسيطة وجميلة ما شاء الله تبارك الله. ما تنسوش دعاءنا الجميل. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي والجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. ما شاء الله تبارك الله يا حبايبي، كمية جميلة جدا يعني ما شاء الله تبارك الله. لو جالك ضيوف بسرعة في 5 دقايق هتكوني عاملة أحلى بسكوت وتقدميه كده وهتبهريهم بيه. شايفين شكله من جوه عامل ازاي؟ ما شاء الله. انتي ممكن ترفعي أو تتخني البسكوتة على حسب ما انت عايزة.
عايزة أقول لكم أنا كنت مكبّراه شوية، أنتِ ممكن تصغّريه أكتر من كده، بس عايزة أقول لكم ما شاء الله تبارك الله تحفة يا بنات، تحفة جرّبوه هيعجبكم جدًا. طبعًا يا حبايب قلبي ما تنسوش اللايك والاشتراك، جزاكم الله كل خير، و واسيبكم كده يعني تشوفوا الفيديو وتتابعوني، يعني تابعوا الفيديوهات اللي عملتها قبل كده، أتمنى تعجبكم. وإن شاء الله الوصفة دي الجميلة وسهلة وبسيطة في 5 دقايق هتعمليه، وحاجة كده بجد عسل. ايه رأيكم بقى في الفيديو السهل الخفيف 5 دقايق هتعملي احلى بسكوت. وكده يا حبايبي يكون انتهى فيديو النهاردة، دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.